النهارده طالع اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، السحر والاعمال والاذى والقطر والحقد اللي مالي نفوس الناس. كلامي موجه ليك وليكي يا اللي بتأذي، يلا عشان طريقك طلقك فبتجري وتعملي له اذى وسحر، يلا عشان خطيبك سابك فبتجري وتربطيه، يلا زعلان من اخوك وزعلان من قرايبك فعايز تشوفهم تعبانين فبتجري في طريق الشعوذه والدجل. هحكي لك قصه ويا رب تفرق معاك ويا رب تتعظ. لازم تفوق. يمكن النهارده تسمع الفيديو ده عشان توقف اللي انت بتعمله، توقف اللي انت ماشي فيه، توقف مجرد تفكير جه في بالك بانك تاذي حد عن طريق السحر والاذى والاعمال والقطر، وتفرق ما بين حد بيحب حد. اخت لينا بتقول ان هي كل يوم جمعه بتعدي من قدام المقبره دي اللي احنا شايفينها دلوقتي حالا دي، وهي بتزور المقابر بتلاقي طالع من المقبره دخان، وبتلاقي ريحه المقبره وحشه جدا. فسالت التربي بمنتهى التلقائيه، وكان رده صدمه ورساله ليك يا اللي ماشي في الطريق ويا اللي بتفكر في الموضوع. كان رد التربي عليها ان دي مقبره ساحر، راجل كان بيعمل سحر للناس وأعمال، وإن هو بيفتحها كل فترة علشان يرشها، إنها على طول بتطلع دخان والريحة صعبة، وابتدت ترعب الناس اللي موجودين في المكان. هنيئا لك، مبروك عليكي، فعلا قدرت تأذي حد، قدرت تمشي في أذاه. بس عايزك تفتكر الآية في سورة البقرة، في آية كده صغيرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيا كان محدش هيقدر يضرك غير بإذن ربنا، وانت ما أذيتوش، مشيتي في أذاه. اتأذى إيه؟ بأسباب، بس للأسف خسرت دينك، لأن ليس بعد الكفر ذنب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل من ذهب لدجال أو عراف وآمن بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني أنت كافر يا معلم، فليس بعد الكفر ذنب. فوقوا واتعظوا وبلاش نأذي الناس، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيفكر انه يمشي في اذى حد. احنا شفنا نهاية ساحر وشفنا مقبرة والكلام واضح والصور خير دليل. يا رب نتعظ ويا رب الموضوع يفرق معانا. وعلى فكرة علاج الحاجات دي قرآن وسنة فقط لا غير. رسالة وصلت، اتمنى ما تقفش عندك واتمنى تبلغها، يمكن حد يكون ماشي في الطريق يعرف حكاية الساحر وحكاية المقبرة. وحسبنا الله ونعم الوكيل.